طبطب ما تنصحش. احنا لما حد بيجي يشتكي لنا من حاجة او عنده مشكلة بنبقى عايزين نساعده قوي، فبنبقى عايزين نقعد ننصحه ونقول له اعمل واعمل واعمل، في حين ان هو كل اللي محتاجه ان حد بس يدخل يطبطب عليه ويواسيه، من الاخر حد يمعلشه. هو محتاج ان انت تطبطبه وتفهم مشاعره، وبعدين بقى ابقوا فكروا في حلول او متفكروش، مش هي دي القضية. يعني أبسط مثال كلنا بنمر بيه على فترات قريبة جدا من بعض هو مثال العزا. كلنا لما بنروح العزا بنبقى عايزين نهون على الشخص اللي قدامنا، بنقعد كده نقول له قوي نفسك، معلش ده قدر ربنا، ما تعترضش على قدر ربنا، قوي نفسك عشان خاطر عيالك وولادك واخواتك علشان تبقى سند ليهم، اقوى كده وخليك ناشف وكل واشرب عشان تقدر ان انت تكمل يومك. او نقول له معلش ما هو ارتاح، ما هو كان تعبان، هو دلوقتي في حتة احسن، ما تعيطش عشان هو ما يحسش بيك ويتضايق. كلام محفوظ، كلام لو في 200 بني آدم حضروا العزا الشخص ده بيسمع نفس الكلام من ال 200 بني آدم. خليك انت الشخص المختلف، الشخص اللي بتدخل تطبطب عليه وتاخده في حضنك ويسيب ويعيط ويطلع كل اللي جواه. هو مش عايز يسمع حد، هو عايز طبطبة، هو عايز حد حاسس بيه، حد يحسسه انه تمام، انت مسموح لك تخرج الطاقة وتخرج العياط اللي جواك. بعد ما يهدى خالص ويعدي أول وتاني وتالت يوم ابدأ بقى انصحه بكل النصايح اللي انت عايز تقولها له. المساعدة مش دايما نصيحة ولا منطق ولا كلام بيتقال، المساعدة أوقات كتير بتبقى مجرد ان انت تحس بمشاعر اللي قدامك.